بونجور، هاي ماي لافز، شلونكم؟ شو اخباركم؟ شكو ماكو؟ اي ميس يو. اليوم ما طلعت عليكم الصبح، طالعة اكمل هواي امور وبعدني جاري تكميل الامور. حتى اذا تشوفون محطة ميك اب فلتر، حاطة فلتر، و قلت بس خل اطلع اسلم عليكم لانه اي ميس يو. طبعا هو سالتوني عن السيارة اللي اني مأجرتها، كلكم قلتوا لي قمر، سيارة كلش حلوة، قمر منين اجرتيها؟ فاسمعوا زين، لاي شخص عايش بدبي او اي شخص رح يجي سياحه للامارات ومو عارف منين ياجر سياره، وباي ذا واي هنا لازم تاجرون سياره احسن بهوايه من التكاسي. فالشركه اللي اجرت منها اسمها SVO. شوفوا السياره اول شيء، ما شاء الله. انا اختاريت الرينج روفر، طبعا اختياري الدائم والابدي. الرينج روفر اكثر شيء هاي يعجبني بيها، وانتم يعجبكم من جوا، لانه ما شاء الله شقد تجنن، خطيرة من جوا ومن برا، يعني السيارة واو. فالحلو بهاي الشركة انه عندهم كل انواع السيارات، اسعارهم كلش حلوة، يعني اي بادجت انتم حاطين بالكم رح تلقون سيارة تناسبكم، بلس يوصلوكم نفس اليوم، يعني للمطار، للبيت، للاوتيل، يوصلوكم السيارة بنفس اليوم. يعني من صدق خدمتهم تجنن. اني صراحة اول يوم اخذت من عندهم جابوا لي نفس اليوم، وثاني يوم حبيت اغير اخذت جي كلاس، هم تتذكرون جابوا لي اياها، وهسه اني ماخذه هاي الرانج. صراحه تجنن، قلت لكم ولا غلطه. فاي شخص حاب ياجر سيارات بدبي رح احط حسابهم، فوتوا ضيفوهم، حتى لو انتم سماعتكم جايه، لما يكون عندكم جاي رح تحتاجوهم، ففوتوا ضيفوهم وشوفوا السيارات اللي عندهم، حاجوهم رح يساعدوكم بكل شيء تردوه، وصدقوني لسه انا اجيت استراحة محارب، جبت ماتشا. اليوم هواي افتريت، اوكي اظفري بعدها مكسور، لحد يدقق، باكر عندي موعد، اوكي باكر موعد الاظافر. anyways اريد احكي بسالفة، بما انه واقفة هسه ودا اشرب ماتشا ودا اروق. اوكي انا ما احب اعلق، لا احب اعلق صراحة، احب انطر رأيي بالمواضيع، تعرفوني يعني مواضيع عامة مو مواضيع عن اشخاص. المهم فهمتوني انتو. اهو اكو ترند، اللي يتابعون تيك توك رح يفهموني. انا انسانه صراحه اتابع تيك توك، يعني اتابع، يعني ممكن اضيع عني من يومي نص ساعه ساعه على تيك توك، بس سكرولينج سكرولينج سكرولينج. فاكو ترند صار له اسبوع طالع على تيك توك، اكيد اللي انتو تتابعون تيك توك اكيد شفتوه، اللي هو ويلي ويلي من الصراصير، انا بخاف من هي هيك شيء. هذا اللي البنات يروحون مثلا بنيه، مثلا تفوت دبي مول، تفوت اي كوفي، مو شرط بالامارات، باي مكان، يعني هو بس الترند اكثر شيء بالخليج هسه. تفوت اي مكان يكون اكو هواي رياجيل، هواي شباب لابسين مثلا ثوب، او شباب بشكل عام، وتصورهم انه زحمه وشباب، وتصور على صوت ويلي ويلي من الصراصير، انا بخاف من الصراصير. سوري، اسمع، ما يريد احد يقول عليه بيك مي، اني مو بيك مي اوكي، بس برايي انه كل بنيه تسوي هذا الترند بيك مي. خلاص كفايه خوف من المجتمع. يعني انتي فايته بنص الشباب، سوري، فايته بنص الشباب، اوكي، شفتي مكان بيه شباب رحتي فتي وفتحتي التليفون وصورتيهم وقلتي عليهم صراصير. انتي بيك مي، انتي تردين اتنشن على مود الفيديو يطلع للشباب ويعلقون عليه، تجذبين انتباه. انت ما مضطرة. هسه اني من اروح مثلا ذاك اليوم اني وكرام رحنا كوفي هنا معروف بجميرة بالوصل، ردنا نفوت، اوكي والله نزلنا من السيارة ردنا نفوت، شفناه كله شباب، فخلص ما ارتاحين، احنا حابين نسولف بصوت عالي، حابين نصورها، ما ارتاح، طلعنا، ما دخلت وصورتهم ويلي من الصراصير. ليش صراصير؟ اوكي اني مو انسانة، انا ابدا ما اخذ صف الشباب ابدا، تعرفوني يعني دائما
احكي على الشباب ما اخذ صفهم. بس نجي للحق والصح، يعني هم شو مسوي؟ هم قاعدين شباب بالكوفي او قاعدين يفطرون بالمول، ليش صار يصير؟ عادي احد يصور اخوك يقول عليه صرصور ابوك، doesn't make sense. والله جايز ترى مو كل شيء يطلع ترند لازم نسويه، مو كل صوت والله صار هبه يلا اروح اني هم ادخل نص سوا وصوره، لا مو لان جاب لك فيوز ومشاهدات يعني ولايكات يعني صور. غلط غلط، يعني نفس تخيلوا حطوا نفسكم مكانهم، تخيل يصير ترند على البنات، يفوتون شباب الاماكن بها بنات ويصورون ويلي ويلي من العناكب، ويلي من العناكب. ايوه جايز. وبعدين مو حلو يصورون الناس بدون ما يدرون، مو حلو يصورون الناس بدون ما يعرفون. اي احد اي شاب يطلع بهاي الفيديوهات يقدر يرفع عليكم قضية تشهير وبس. شكرا. المهم اني مدى اسيء لاي احد، نو اوفنس لاي احد، وانا اموت على البنات واما جيرلز جيرل if you know you know، وكلش قليل اخذ سايد الشباب وما اخذ سايدهم، بس انا دا اخذ سايدهم هسه كبشر. يعني اي بشر بالعالم وات ايفر شنو كان جنسه وشنو كان هو، ما راح يقبل احد يصوره وهو ما مسوي شيء، دا يمشي دا يعيش حياته ويجي احد يصوره ويلقى يروح على تيك توك صرصور. ليش؟ والله ليش؟ فبنات بليز بليز فشلتوا لا تسوون هذا الترند مو حلو واني ما عجبني. هذا رايي الشخصي، لا حد يتهجم علي، هذا رايي الشخصي، الترند ما حلو وانا مو بيك مي للمره الثانيه وما دافع عن الشباب. بس عيب والله اخلاقيا اخلاقيا بعد ما اعرف احكي من وراكم، اخلاقيا وكرقي عيب لازم التليفون وتصورين الصلاصي. بنات فشلتوا.